اهلا بكم من جديد. هنتكلم النهارده عن النجم الكبير ابو بكر عزت. هنقول ان هو اتولد في 8 اغسطس 1938 في حي السيده زينب بالقاهره. حصل على ليسانس اداب قسم اجتماع جامعه القاهره، وكان بيحب اخراج الاعمال المسرحيه خلال فتره الدراسه. كانت بدايه ابو بكر عزت على خشبه المسرح مع فرقه المسرح الحر، وبعدين انتقل بقى ابو بكر عزت لمسرح الريحاني وبعدين مسرح التلفزيون. دخل السينما في الخمسينات والستينات في أدوار صغيرة كوميدية، ومنها طبعا 30 يوم في السجن والحياة حلوة ومعبودة الجماهير وأجاز السيف. وعمل مسرحيات كتير، منها الدخول بالملابس الرسمية ودبور والدلوعة. ورغم ان ابو بكر عزت ما عملش بطولة في اي عمل فني، لكن قال ان هو مش مظلوم. اتشهر أبو بكر عزت في دور الشاب أبو دم خفيف بتاع البنات اللي بيعرف ازاي يوقعهم في شباكه. في مايو بقى 2002 صرح أبو بكر بأنه زهق من أدوار البشوات ورجال الأعمال وزير النساء والشرير أبو دم خفيف، وده اللي خلاه يعمل دور عمدة ريفي في المسلسل شعاع من الأمل. اتجوز من الكاتبة قوصر هيكل واستمر زواجهم 41 سنة. شارك أبو بكر في أعمال فنية كتير من تأليف زوجته، وقدم في التلفزيون أعمال مهمة زي زيزينيا والتوأم وحلم الجنوبي والسقوط في بئر سبع وأرابيسك. لكن أبو بكر بعد عن المسرح بسبب إن الكوميديا بقت مهنة اللي ما عندوش مهنة. اتوفى أبو بكر عزت بأزمة قلبية حادة وهو رايح يصور مسلسل ومضى عمري في 2006 وعنده 72 سنة. وبكده ينتهي الفيديو بتاعنا النهاردة، وتحياتي ليكم.